السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. à vrai dire je voudrais démystifier l'idée هذه لو taxage هذا اللي كل خطرة يعني ولا دروك اون فورمول ايزي ان بريت ابورتي هكا شغل زعما سي سامبل تروح ترفد مصطلح وتلصقه تلبسه دراع على الناس الور كو ما عندهم اي علاقة بالمصطلح في حد ذاته. والمصطلح المشهور اللي يعني كل من هب ودب ولا دروك يلصقه على الناس، وهو مصطلح الارهاب لو تيروريزم. ابارتير دو مومون وين تنوض تحكي على حاجه سي بون اون تو تريت دو تيروريست. Et donc il faut se poser la question déjà définir le terrorisme هذا c'est quoi et qui est réellement le terroriste. Commençons par apprendre l'état هذا الحكم ولا الحكام نتاعنا اللي انا نظن باللي ما كانش اكبر ارهابيين هم وكل من يدعمهم باللسان وبالافعال و ما كانش اكثر ارهاب من هذا الناس. قبل كل شيء يعني الناس هذول اللي يسبقوا قبل كل شيء يسبقوا القمع عن العقل، القمع عن الحكمة، القمع عن التفكير. الحجرة والحبس والسجن والتبهديل هذه يعني اللي باغي يختلف عليها يعني ربي يسهل عليه، ولكن حقيقة الأمور هذه هي لابد أن نأخذها بكاملها كما راها، ما نكذبوش على رواحنا. وحتى بالنسبة يعني إذا ظنوا أنهم بهذه الأساليب راهم يمدوا واحد النظرة يمكن للخارج وكأنه متمسكين بزمام الأمور وبأنهم حققوا السلم، ويمكن هذا الشيء يجعل الناس المستثمرين اللي برا يجيوا للبلاد. وهذه من البداءة، من الحماقة، يعني بمستوى لا يعقل. علاش؟ لأن الغرب في حد ذاته يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا، يعرفونا خير من اللي ودايور شكون اللي جاء استثمر عندنا في البلاد من غير الخيان المرتشين الانتهازيين. شكون الشركات اللي ذات قيمة حتى آخر المطاف وصل بنا الأمر أنه يجي الرئيس الفرنسي يدخل البلاد ويشرط شروط باستثمار 1 مليار دولار، وكأن احنا رانا نشحتوا وإحنا في غنى عن ذلك، وإحنا في غنى عن ذلك. 5 مليارات دولار مديناها هكا صدقناها على الأفامي، ولكن اون ديري كون لا ميموار كورت. المهم دونك الببليسيتي هذه اللي راهم يديروها اللي هي ما هي الا ما تخدمش البلاد، ما تخدمش البلاد. درك اي شركه اللي تحترم نفسها ما تقدرش تتعامل مع الحكام اللي عندنا في البلاد، لانها تعلم علم اليقين انهم حكام مرتشين، انهم حكام فاسدين ومفسدين، وان هذا الاستثمار يمكن يلطخ السمعة نتاع الشركة هذه اللي تقدر تجي تستثمر في البلاد وتخلق مناصب شغل ولهذا كل الناس اللي يجيوا يستثمروا في البلاد عندنا ما هم إلا انتهازيين، خونة، سراق، مرتشين وما إلى ذلك. يعني الغريب أن هذا الحكام هذو، وهذا اللي يجعلني نقول باللي ما كانش إرهاب أكثر منهم. ils sont en train, comment dire, d'inviter le terrorisme à s'incruster chez nous. وكأنهم راهم يعرضوا، راهم يفتحوا الأبواب على مصراعيها للإرهاب باش يجي يستوطن في بلادنا. كيف؟ محاربة الإرهاب
ما هيش قضية بندقية وسلاح ودبابة. محاربة الإرهاب قبل كل شيء هي محاربة لفقر، هي محاربة للمرض، هي محاربة للجهل، هي محاربة للحقرة، محاربة للفساد، محاربة للرشوة، محاربة للمحسوبية. لأن هذا المناخ كي تجمعه واللي يمدلك مجتمع وأفراد في مجتمع اللي يحسوا بثقل الجهل، ثقل الحقرة، ثقل الفقر، ثقل المرض، ثقل التهميش، يجعل منهم ناس انتحاريين. يعني أي إنسان يجي يلعب بعقولهم يكونوا فريسة سهلة، ما كايش ما أسهل منها. يعني من هو الممد الأساسي لفكرة الإرهاب، ومن هو الممد بالأشخاص راه يمد الإرهاب اللي هو دو دوني، يعني الجزائريين اللي دون اون بروا دو لا شيرا كانوا لكل من هب ودب. هذا الحكم الجائر لا أكثر ولا أقل. حتى أصبحنا أن الحكام هادو الحل الوحيد اللي أصبح موجود في البلاد واش هو؟ أنك تكون بوليسي ولا جدارمي ولا ديواني ولا عسكري، ها، ولا مغني تغني الراي، ولا شطاح ولا شطاحة، ولا انكادر مرتشي وراشي فاسد، ولا كومون دير يعني أينما كان الصلاح يحارب، أينما كان العلم يحارب. شوفوا المستوى المعيشي لمثلا دكتور جامعة في الجزائر، لمهندس في الجزائر، لعالم في الجزائر، يعني مستوى معيشي ضنك. ونشوفوا العلاوات والامتيازات اللي مادينها للشرطي ولا الداركي ولا العسكري ولا اللي يضل يبرح في الكباريات، واللي تضل تشطح ومعمره التلفزيونات، والشابه الفلانيه والشاب الفلاني. لا مجال للقياس بينهما. كيش بغينا المجتمع هذا نتاعنا يطلع؟ كيش بغينا باش نعزل ولا نحارب الإرهاب بالجهل؟ كيش؟ من المستحيلات السبع. كيش بغينا أن التطرف ما يوليش موجود في البلاد؟ من المستحيلات السبع. يعني أي متطرف يجي يصيب كل الحقائق الاجتماعية اللي يعيشها الشاب البسيط، الشاب الزوالي، الشاب المقطع اللي ما عندهش يمكن كفاءات كافية اللي تسمح له باش يميز ويقول هذا حق وهذا باطل، هذا حق في حق أهلي وهذا باطل في حقهم. ما عندهش. يعني أي إنسان يجي يلعب بالعقول ويلعب بالعقائد ويلعب باش ما بغى. دونك حتى أصبحنا يعني ils nous ont poussé à la lâcheté. أصبحنا يعني نعيشوا في إطار واحد الرخص ما يتصورهش الإنسان. أننا نحاوسوا باغيين نربي ولادنا sans nous donner les outils de l'éducation. سلمنا نفوسنا للأمر الواقع، ولينا chacun il se débrouille comme il peut. حتى ولينا نبروا يمكن أشياء اللي رافضينها مبدئيا، نبروها في عقولنا. قال يفون نخون حتى أنا، يفون نمد الرشوة باش نخدم، باش يعطوني بروجي، باسكو جو فو اوفرير ا مي زونفون لا ميور دي زيدوكاسيون. يعني الهدف يمكن يكون هدف نبيل، ولكن الطريق للوصول ليه ما كانش ما أخبث منه. ورانا بغينا ربي يبارك فيه من المستحيلات السبع.
ما يبارك له لا العقل السليم ولا القلب السليم ولا الذمة السليمة ولا العقيدة السليمة ولا التربية السليمة ولا الثقافة السليمة، ما كاش منها. ولينا نوزا اكولي يعني وكأنهم زواونا في إطار أضعف الإيمان. ولينا عايشين on essaye de vivre dans un esprit de survie. On essaye de prier sans âme حتى ولينا نعبدوا ربي بلا روح. هذا هو الإطار اللي والإنسان إلا فقد الأساس l'essence même de son existence. C'est tout à fait normal que ما يوليش يفرق ما بين الموازين، ما بين القيم، ما بين المبادئ، ما بين المفاهيم. كاد الفقر أن يكون كفرا. مانيش عارف أنا. شوفوا كيفاش المجتمع أصبح يزكي الفاشل، أصبح يعلي من قيمة الفاشل. أصبحنا مجتمع اللي يرقي الفشل ويجهض بحق معنى الكلمة كل مبدأ نجاحي. كل إنسان اللي رافد فكرة، اللي يجري على خير، اللي يحوس يبني، اللي هو إنسان اللي العوائق في الطريق وما يقدرش يفوت وما يقدرش يعبر وما يقدرش ما باليد حيلة. أما كل إنسان فاشل، كل إنسان جاهل، كل إنسان ما عنده أي أخلاقية، كل إنسان ما عنده أي تربية، كل إنسان ما عنده أي انتماء بأحق معنى الكلمة لهذا الوطن، هو إنسان اللي ينجح في بلادنا. حتى ولينا نشوفوا أنه les Algériens réussissent partout sauf chez eux إلا في بلدهم. سر النجاح عمره ما كان المطرق، الزول والحبس والحقرة والقمع والتهميش والاضطهاد والخطف والقتل. عمر هاد الأشياء عمرها ما أدت للنجاح. عمرها. سر النجاح دائما كان العقل، التفكير، لا بريز دينيسياتيف، إعطاء بدائل، إعطاء الفرصة للناس اللي ورعين. نقدروا نسامحوا إنسان خطط وفشل في التخطيط نتاعها، لكن فشل مجتمع، فشله وذريعة الفشل هو المجتمع اللي يخطط للفشل. وهذا الحكام الشيء الوحيد اللي نجحوا فيه ماشي الفشل في التخطيط، وإنما التخطيط للفشل. Et ça, on ne peut pas le pardonner. يعني أي إنسان عاقل، أي إنسان عاقل إذا قام بتجربة من التجارب وتوصل لنتيجة، من الحماقة أنه يقوم بنفس التجربة وينتظر في آخر المطاف نتيجة مختلفة. هذا مهبول. يعني لو جاست غير هو تعاود له وراك تستنى أن النتيجة تكون مختلفة، ريزولتا ديفيرون. Ça c'est de et imaginez-vous que هاد الحكام ils ne font que répéter le même désastre. حقرة، قمع، سلب، نهب، تهميش، خيانة،
تسكبولي شراء ذمة تاع ناس وراهم يستناو انه لو ريزولتا il soit différent. À ce que on puisse éradiquer l'insécurité, à ce que on puisse atteindre un certain niveau social appréciable, à ce que l'on puisse éradiquer le terrorisme, à ce que من المستحيلات السبع. C'est eux-mêmes qui sont en train d'alimenter ce terrorisme. C'est eux-mêmes qui sont en train de créer tout l'environnement favorable au terrorisme. C'est eux-mêmes qui, en fin de compte, soutiennent, au sens propre du terme, le terrorisme. بشي هدرة. Ils le soutiennent فعليا. الأفعال نتاعهم هي التي تدل على أنه فكرة الإرهاب هي فكرة تخدم المصالح نتاعهم لدرجة ما يصورهاش الإنسان. علاش؟ ما دام فكرة الإرهاب مغروسة في ذهنيات الشعب، إذن فالقمع والحبس والحجرة والقتل والخطف مبرر. من المستحيلات السبع. باش ما عندهمش حلول، ما كانش حلول، لأن ما كانش تخطيط، ما كانش تفكير، ما كانش نزاهة، ما كانش صدق لخدمة هذا الوطن، ما كانش. بقى لهم هذا الحل الوحيد، وهو تكريس فكرة الإرهاب وتكريس فكرة محاربة الإرهاب، بينما هم يشكلون بكل الإمكانيات اللي عندهم، هم يشكلون العنصر الأساسي الممد للإرهاب، المحيط الملائم الأكثر ملائمة لوجود الإرهاب. إذن شكون هما الإرهابيين تاع بالصح؟ المختلسون والحقارين، واللي وصلنا احنا صانعين نبنيو الحباس ماشي الوزينات. كيفاش يرقى مجتمع لدرجة معينة في الإطار هذا اللي راه يفرضه علينا هذا السيستم؟ إطار الحجرة، إطار المرض، إطار الاختلاس، إطار الرشوة، إطار الفقر، إطار الشوماج، إطار كيفاش بغيتونا نخرجوا من إطار التطرف ونخموا ونتوصلوا لحلول من المستحيلات السبع. ولهذا أنا نقول باللي أكبر إرهابي بأحق معنى الكلمة هو هذا الحكم، وكل الناس المساندين والمطبلين والمزمرين والمهللين هادو هما الإرهاب نتاع الصح. هادو هما اللي راهم يمدوا الإرهاب بكل الوسائل لوجوده، لا أكثر ولا أقل. هذا هو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.